السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة هنا على قناة قعدة سيما. في حلقة النهاردة هنتكلم معاكم عن مسلسلات هتتعرض في رمضان 2023 من المتوقع ان هي هتكون نمبر 1 وهتحقق نجاح جماهيري كبير جدا، وانت كمان عزيزي المشاهد لازم تشوف المسلسلات دي. واول مسلسل معانا النهاردة في القايمة هو مسلسل بابا المجال، والمسلسل ده هيكون من بطولة مصطفى شعبان وياسمين رئيس، وهتدور احداث المسلسل ده في حارة شعبية، وهيكون زي مسلسل ملوك الجدعنة كده شوية من حيث القصة ومن حيث كمان التصوير والكلوزات والحاجات ديت. واعتقد ان المسلسل ده حقق نجاح جماهيري كبير جدا مع الجمهور، وكمان المسلسل ده هيكون من اخراج المخرج احمد خالد موسى، وهيكون من تأليف احمد عبد الفتاح. وتاني مسلسل معانا النهارده في رمضان 2023 هو كويس جدا وهيحقق نجاح جماهيري عالي ومنتظر من قبل الجماهير، هو مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، والمسلسل ده من بطولة سيد رجب وبيومي فؤاد ومن اخراج سامح عبد العزيز. وبعد نجاح الجزء الاول من المسلسل ده قرر صناع العمل ان هم يعملوا جزء تاني بعد 5 سنين من عرض الجزء الاول للمسلسل ده، والجزء الاول اتعرض في سنة 2017 وقدر ان هو يحقق نجاح جماهيري كبير جدا وانتشار واسع جدا. والمسلسل طبعا بتدور احداثه عن الحاره المصريه في رمضان بتكون عامله ازاي، وازاي المشاكل اللي بتكون في كل بيت مصري في رمضان. المسلسل رقم 3 معانا النهارده هو مسلسل منتظر بقوه من قبل الجماهير، وده بعد ما حقق الجزء السادس منه نجاح جماهيري كبير جدا، وهو مسلسل الكبير قوي الجزء السابع. واحمد مكي بدأ التصوير دلوقتي في الجزء السابع من مسلسل الكبير قوي. وطبعا المسلسل ده بتدور احداثه في صعيد مصر عن عدة مواقف كوميدية بتحصل لعيلة في الصعيد. المسلسل هيكون من بطولة احمد مكي ومحمد سلام ورحمة احمد، وكمان بيشارك في بطولة المسلسل ده كالعادة بيومي فؤاد. والمسلسل من اخراج احمد الجندي. اما بالنسبة بقى للمسلسل رقم 4 معانا النهاردة فهو مسلسل العمدة، والمسلسل ده هيكون من بطولة محمد رمضان وزينة. والمسلسل ده من المتوقع ان هو هيكون مسلسل قوي جدا، لان المسلسل ده بيتعاون في اخراجه محمد سامي، ومحمد سامي لما بيتعاون مع محمد رمضان في اخراج مسلسل بيطلعوا عمل قوي جدا وكويس جدا. والمسلسل ده بتدور احداثه عن معلم كبير في احدى الاسواق بيتعرض لعدة مواقف وبيحاول ان هو يخرج منها في خلال احداث المسلسل. وبس كده اعزائي المشاهدين، بكده نكون اتعرفنا النهارده مع بعض عن 4 مسلسلات منتظرين بقوه من قبل الجماهير في رمضان 2023، والمسلسلات دي من المتوقع ان هي هتحقق نجاح جماهيري كبير جدا في رمضان ده، وهتكون في التوب ونمبر 1. سيب لنا تحت في الكومنتات وقول لنا انت هتتفرج على اي مسلسل من المسلسلات اللي اتكلمنا عنهم النهارده دي، واستنوا هنا على قناه قعدة سيما التغطيه الكامله لرمضان 2023. في مسلسلات كتير جدا ما اتكلمناش عنها في الحلقة دي، هنعمل عنها حلقات كتير جدا جاية، انتظرونا. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة، وسلام.